عندنا بعد كده حاجة من الحاجات المهمة وهي إيه هي الكاستمر لايف فاليو. تعال نعرف اكتر عن الموضوع ده. اول حاجه يعني العميل بتاعنا هيدفع لينا كام طوال حياته، او هيدفع لينا كام مره بقيمه كام طول رحلته معانا او طول ما احنا فاتحين. انا مش عايز العميل يشتري مني مره واحده. ليه؟ لان اكتساب او تكلفه اكتساب عميل جديد اعلى بكذا مره من ان انت تحافظ على العميل اللي اشترى منك قبل كده، وعلشان انت مش مضطر تلف معاه الدايره تاني من الاول. فمهم جدا ان انت تهتم بحاجه اسمها الكاستمر لايف تايم فاليو بشكل اوضح. فاهم؟ انا يعني اشتريت منك حاجه، مثلا بشتري منك كل اسبوع فنجان قهوه ب 20 جنيه، يبقى انا في السنه بشتري منك ب 1040 جنيه. دورك انك تحافظ عليا ان انا افضل طول السنه اشتري منك، ومش بس كده، انك تحسن كمان التجربه، ان انا بدل ما بشتري منك طول السنه ب 1040 جنيه ان انت تخليها مثلا 1500 جنيه. طب نحسبها كويس ازاي؟ تعالى اقول لك. اول حاجه تعالى نفترض ان متوسط سعر الطلب 2000 ريال، وان العميل بيشتري منك مره واحده في الشهر، وفلنفترض ان العميل مدته 3 سنين، يعني مثلا هنفترض افتراض 3 سنين او في سنه. هنا يبقى في الثلاث سنين دول انا بضرب ال 200 في ال 12 شهر في الثلاث سنين بيطلع لي 7200 ريال. ال 7200 ريال دول هم الكاستمر لايف تايم فاليو. الحسبه دي مهمه لينا جدا في الفتره اللي جايه، ومهم جدا ان انت تكون عارفها، لان بناء عليها هنبني حاجات كتيره جدا. فمثلا في المستقبل لما اجي اقول لك انت محتاج تعمل كامبين ميل للناس اللي اشترت منك بالفعل، ساعتها تكون عارف ان ده هدفه ان احنا نزود الكاستمر لايف تايم فاليو بتاعتنا. ازاي تزود الكاستمر لايف تايم فاليو؟ اول حاجه اظهر ليه كذا مره بكذا شكل مختلف، خليه يعيش تجربه مختلفه معاك، مره بالمحتوى، مره بالميلاد، مره بانك تبعت له عروض مخصوصه بيه، مره انك تعمل له حاجه ليها علاقه بعيد ميلاده. المهم انك كل مره تظهر له بشكل جديد. نقدر نقول كده فلنفترض ان انتوا في ريليشن سوا والتجديد مطلوب، فده دورك بالظبط في الحته بتاعت انك تظهر ليه بشكل جديد. بعد كده خليه يشتري اكتر من مره. يعني ايه اكتر من مره؟ فلنفترض ان كل عمليه شراء مثلا بيكونها ب 300 جنيه، فتقول له طب ايه رايك ان انت لو كملت بدل ال 300 جنيه دول زودت عليهم 200 جنيه وهتاخد شحن مجاني، وساعتها اصلا الشحن هو ب 100 جنيه، فكده انت دفعت 100 جنيه زياده بس وخدت شحن مجاني ومنتجات اكتر. ده ساعتها اللي ليه علاقه بان انت بتعمل اب سيلينج او بتزود الباكج، او عمليه الشراء الواحده بتزود المنتجات فيه. فدي حاجه من المهم جدا اللي بتزود معانا الكاستمر لايف. فمثلا لو بيشتري في كل عمليه ب 40 جنيه، قدرنا ان احنا نزود السله بتاعته المبلغ اكتر، مثلا فليكن 50 جنيه، كده معناه ان زاد 10 جنيه في كل عمليه شراء. واضرب ده بقى في الكاستمر لايف فاليو بتاعتنا، او اكتب ده في السي ال في اللي احنا كنا حاسبينه فوق. بعد كده محتاج تتابع معاه بعد البيع. بعد البيع ما تخلوش تنسى وبيع وخلاص، ابدا تواصل معاه، ابعت له السيرفي اللي احنا قلناه، اتكلم، ابعت له كودنج اكتر مثلا عن لويالتي كاستمر اللي هو مشترك معاك، او ان انت عندك السيستم ده. ودي حاجات كنا اتكلمنا عنها في السيشن اللي قبل كده، وهنتكلم عنها كمان في السيشن اللي جاي بشكل واضح. اخر نقطه هي اللي احنا لسه قايلينها، بس دي مفصله اكتر، فكره اللويالتي كاستمر، انك تبعت له دايما نقط، تبعت له هدايا، ابعت له خصومات مخصوصه ليه، يا اما خصومات اضافيه لان هو لويالتي عندك، يا اما خصومات مثلا ليها علاقه بعيد ميلاده. اضافيه هنا فليكن انك عامل مثلا خصم للعيد 10%، فاي حد هياخد خصم 10%، ولكن لو هو لويالتي كاستمر معاك فهياخد خصم 15% مميز عن الناس التانية. الناس اصلا لما تبدا تشوف حاجه زي كده يبدا يسالك طب انا ازاي ابقى لويالتي كاستمر؟ طب انا ليه ما خدش الخصم ده؟ انا عايز استفيد بالخصم ده. فيبداوا يحسوا ان هم عايزين يوصلوا ليه بشكل اكبر. احنا كده خلصنا في كل اللي فات، خش بقى في حاجه جديده مختلفه. هنتكلم عن الهايبر بيرسوناليزيشن. ده من الاخر هو الاهتمام الجامد بالعميل بتاعك. طيب بنشغله ازاي في التجاره الالكترونيه بتاعتنا؟ اول حاجه احنا بنحتاج نجمع بيانات. فمثلا بنجمع البيانات من تاريخ الشراء، الصفحات اللي زارها، الوقت اللي بيشتري فيه، المنتجات اللي حطها في السله ومش ناوي يشتريها او كسل يشتريها، الايميلات اللي فتحها وتجاهلها. بعد كده بنبدا ان الاي اي بيحلل البيانات دي وبيبعتها له. فمثلا بيبعت له منتجات مناسبه ليه بشكل اكتر، بيبعت له رساله مكتوبه بلغته هو، بيبعت له مثلا توقيتات صح، زي مثلا ان هو بيشتري في الشهور المعينه، او بيشتري مثلا في اول الشهر وهو بيقبض. كمان عنده اعياد ميلاد، او عنده اعياد دينيه مناسبه معاه. فكل دي حاجات بيبدا يشوفها. عروض هو بس اللي بيشوفها، زي ما احنا قلنا ان والله بيجي لك عرض انت بقالك كتير ما اشتريتش مننا، فاخر عمليه شراء مثلا كانت من 6 شهور، فانت وحشتنا، فلو اشتريت مننا برودكت دلوقتي هتقدر ان انت تحصل على خصم معين. ده بقى بيتنفذ بكذا شكل. اول حاجه، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي هنشتغل عليها ولازم تبقى عارفها، هي فكره الريتارجت. الريتارجت دي ان انت بتعمل اعلان اعاده استهداف للناس اللي اشتروا منك. فتبدا تقول مثلا والله انا عايز اعمل اعاده استهداف للناس اللي حطت البرودكت بتاعتنا في السله، او عاوز اعمل اعاده استهداف للناس اللي دفعت مثلا في الفتره اللي فاتت في اخر 5 شهور، دفعوا خلاص وتموا البيع. الريتارجتنج
ده هيوصلك للناس دي تاني، فتقدر ان انت تشتغل معاهم. مثال، خلينا نقول مثلا ان رجعنا لك البنطلون اللي كنت بتدور عليه ولسه عليه خصم 20% لو اشتريت خلال ساعتين. ده حد اشترى بنطلون او ما اشتراش بنطلون، حط البنطلون في السله وبعدين حصل حاجه ونسيه، فانا بفكره ان البنطلون ده انت كنت مهتم بيه، اتحط في السله ودلوقتي بقى عليه ديسكاونت. الحاجه اللي بعد كده اقدر مثلا بقول له اهلا بيك في خصم مخصوص لعيد ميلادك، النهارده عيد ميلادك كذا 10/4، فده خصم مخصوص لعيد ميلادك مهم جدا انت تستفيد بيه. الحاجه اللي بعد كده لانك اشتريت مننا المايو ده، فلو اخدت جزمه البحر دي بخصم 50% هتبقى انت المستفيد. فمثلا ده حد اشترى مايو، فالمايو متطلب ادوات معينه والادوات دي احنا بنبيعها، فهي مفيش مشكله لو بعت له مسج ان انت اشتريت مننا المايو وان شاء الله يكون عجبك، فتقدر تاخد على خصم لو اشتريت المنتج التاني اللي موجود. فدول اللي بالنسبه لنا الثلاث حاجات. ايه بقى اهم حاجه لازم تاخد بالك منها؟ كونتنت. ان الجميل في الموضوع ده انك بتحسن العميل ده مميز عندك، فيفضل انك تكتب كونتنت يحسس الناس بحته التميز دي، ما يبقاش كونتنت اي اي ما فيهوش اي مشاعر. فلان الاوبجيكتيف بتاع الموضوع ده انك تحسسه دايما انك فاكره وانك عارف عنه تفاصيل كده. كده فاضل حاجه اخيره انت محتاج تعرفها في السيشنز بتاعتنا وهي مهمه جدا: ازاي تبني سي ار ام. ازاي اعمل سي ار ام؟ تعال اقول لك ان اول سي ار ام انا شفته في حياتي كان عباره عن ورقه بتاعت علبه السجاير مع مقلوبه على ظهرها ومكتوب مين اللي اشترى النهارده وبيعنا قد ايه، وبناء عليه بقى بنحدد احنا عاوزين نجيب ايه وايه اللي ناقص عندنا وايه اللي الناس بتحبه علشان نزود عليه. ضفنا كل ده معناه ان احنا كده عندنا بذره سي ار ام جامده وان احنا ناس توب التوب. طب تعالى بقى نتخيل معانا ان الكشكول ده كبر، هتكتب فيه ايه؟ كل مره عميل يشتري او يكلمك محتاج تسجل التالي: اول حاجه نوع الطلب، تاني حاجه هل هو كان مبسوط بيك ولا لا، تالت حاجه هل ليه ملاحظات والملاحظات دي لازم نقولها، واخر تواصل حصل كان امتى. كل دي معلومات انت محتاج تجمعها في السي ار ام بتاعك. المعلومات دي كلها بعد ما بتجمعها بكل سهوله بتقدر دايما لما توزعها على التيم بيطلع معاه افكار، وكل فيدباك هتاخده من الكلاينت بيطلع معاك فكره كامبين هتقدر تستخدمها في المستقبل. ودي حاجات هنشتغل عليها قدام. السيشن دي كانت سيشن خفيفه ولكن هي تمهيديه للسيشن اللي بعد كده. السيشنز كلها مرتبطه ببعض. اتمنى ان انت تشارك معانا وتقول لنا رايك في الكومنتات، وما تنساش تخش على الجروب بتاعنا هتلاقي التاسك موجود، اعمله وشارك معانا وان شاء الله نشوفكم في السيشن اللي جاي.